يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اسعد الاحوال. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى هنعمل وصفه حلوه جدا، الكبار والصغيرين بيحبوها. طبعا احنا كلنا زهقنا من المحاشي والكفته والجلاش والمكرونات والحاجات دي، وخلاص داخلين على نصف من رمضان. يا رب بعود الايام ويتقبل منا يا رب ويعتق رقابنا من النار، اللهم امين. النهارده بقى هنعمل وصفه حلوه جدا، تتبيله للفراخ روعه. انا حبيت اغير من شكل الفرخه شويه وانا بشويها، فتحتها من عند الصدر من ورا كده وفردتها زي ما انتم شايفين، وبفتحها كلها بالسكينه كده بحيث ان التتبيله تخش كل اللحم بتاع الفرخه. وهحط بقى التتبيله العظمه اللي بصوا يعني مش قادره اقول لكم، بتبقى تحفه في الفراخ، جميله جدا جدا. حط ملح وفلفل اسمر وشويه كمون وشويه كركم وشويه بهارات فراخ، وكمان بودره ثوم وبودره بصل وشويه قرفه ناعمه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنحط بابريكا، بنحط من كل نوع كده شويه صغيرين، وهنا شويه كاري، وبقلبهم على بعض كده. ومعانا كمان هنا معلقه كبيره مستردة، معلقه كبيره كاتشب، ومعانا هنا الخضار بقى اللي هنستخدمه: بصلايه، طماطمايه، نص فلفل اخضر ونص فلفل حراق ونص فلفل احمر، وهنا راس توم صغنونه كده وليمونه. احلى ما في التتبيله دي ان كله بيتحط في الخلاط. حطيت كله على بعضه كده في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا لسه معانا مقادير بسيطه هنقولها دلوقتي. والتتبيله اللي انا قلبتها دي ممكن تحطيها في برطمان عندك تبقى لتتبيله الفراخ وتبقى جاهزه معاكي. انا خدت منها معلقه كبيره، وهنا طبعا عصره الليمونه زي ما انتوا شايفين، وهنحط كمان شويه خل في نفس الطبق اللي كان فيه المستردة والصلصه. لو انت وصلت معايا لحد هنا حط لايك للفيديو لو عجبك، ولو اول مره تزوريني طبعا اتشرف وتكوني متابعه عندي في القناه، واتمنى فيديوهاتي كلها تعجبك. وحطيت كمان شويه زيت وضفتهم على الخلاط وضربتهم كويس جدا. وبعد كده جبت صينيه دهنتها ماده دهنيه، اي ماده دهنيه، وبعد كده بحط جزء من التتبيله في ارضيه الصينيه. وفي الوقت ده الفرن بتاعي شغال علشان يحمى كويس جدا، وهنزل بالفرخه كده زي ما انتوا شايفين واغطيها بالتتبيله كلها. شوفوا لون التتبيله نفسه، يعني لون التتبيله نفسه بصراحه تحفه وبيشهي وجميل جدا وحلوه قوي 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 قوي، يعني مش قادره اقول لكم بصراحه جميله جدا جدا. طبعا تقدروا تتبلوها وتسيبوها في التتبيله شويه كتير، ولو عندك شبكه من اللي بتتقفل دي وتحطيها على نفس الصينيه وتحطي تحت الصينيه شويه ميه وتحطيها في الفرن هتبقى حلوه جدا. عندك شوايه على البوتاجاز براحتك تقدر تعمليها، تقدر تعمليها في الفرن زي ما انا هعملها. وهنا اضافه جميله جدا جدا، انا جبت بطاطستين صغيرين وقطعتهم كده وتبلتهم كمان مع الفرخه، بجد طعم البطاطس بيبقى حلو جدا جدا. حطيتها في الفرن لحد ما استوت كده ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده لحمها طري، البطاطس مستويه جدا. طبعا احنا بنقطع البطاطس السمك بتاعها تخين شويه بحيث ان هي ما تتهرش قبل ما الفراخ تستوي وتبقى نفس مده سوى الفراخ زي ما انتم شايفين كده. ممكن كمان تقسوا عليها شويه في التحمير، بس انا خلاص كان المغرب اذن وخدتها وطلعت، وكنت عاملاها تحت في الفرن بتاع الغاز بتاعنا تحت. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللحم طري جدا جدا وجميل قوي قوي قوي، بألف هنا للي ياكل. شايفين التتبيله داخله جوه اللحم نفسه واللحم طري قوي قوي. يلا بينا بقى نشوف الرز البسمتي هنعمله ازاي. هو رز بسمتي بس مش بسمتي، هو مش رز بسمتي، هو رز مصري. جبنا بصلايه حطيناها كده في شويه سمنه وشويه زيت او زبده وزيت، وهنا حبه لومي، قرفه، قرنفل، ورق غار، فلفل اسمر. في البدايه كده شوحت البصله لما اصفرت خالص وغمقت كده مش اتحرقت، شوحت فيها التوابل اللي انا نزلت بيها في السمنه والزيت. بعد كده بحط قرفه، شويه بهارات فراخ، وشويه كبسه، وشويه كركم. خلاص كده، وبقلب بقى المقادير دي زي ما انتوا شايفين كده، وبسيب الميه بتاعتي تغلي. طبعا ببقى عارفه انا هحط رز قد ايه، وببقى حاطه الميه بتاعته الرز المناسبه تغلي شويه حلوين كده. وبعد كده هنزل بالرز بتاعي اللي انا عارفه مقداره على قد الميه، هقلبها واغطيها. واول ما الحله تغلي طبعا
هنوطي عليها علشان الرز ياخد سواه براحته. وفي الاخر حطيت شوية زبيب كده بعد ما الرز استوى خالص وقلبتهم في الرز. اي مكسرات عندك بقى، لوز، زبيب، اي حاجة، بندقان، جمل، اللي انت عايزة تضيفيه. انا حطيت شوية زبيب واستكفيت بالزبيب. وهنا كان المغرب بيأذن وكنت بغرف الاكل. زي ما انتوا شايفين الرز تحفة تحفة. تقدري تعملي بنفس الطريقة، بس تعملي الرز البسمتي اللي انتي بتجيبيه من بره. انا بقالي فترة طويلة ما بشتريش الرز البسمتي بصراحة. يعني ليه؟ لان انا اكتشفت ان هي التتبيلة وهو الطعم، بس الرز بيبقى مختلف عن التاني، فبيختلفش في الطعم خالص. وهنا الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم. باي باي.